في فيديو النهاردة هنعمل العيش الشامي بطريقة موفرة ومغذية وسهلة جدا جدا، وكمان هنحضره من غير فرن، يعني هنعمله على الطاسة بطريقة سهلة خالص وطعم لذيذ جدا ومكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. هنستخدم 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات، وربع معلقة صغيرة من الملح، وكيس من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر. وهنقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها تقليبة سريعة كده عشان ندمج كل المكونات مع بعضها. وهستخدم للعجن 1.5 كوباية من الحليب، وممكن نخليها 1.5 كوباية من المية، وممكن تبقى 1 كوباية من الحليب ونص كوباية من المية، عادي جدا. الوصفة دي مرنة ونقدر نغير فيها براحتنا، بس كل حاجة من دي ليها طعم مختلف عن التاني. اكيد طعم الحليب بيكون غني شوية، علشان كده انا في الوصفة دي استخدمت 1 كوباية من الحليب ونص كوباية من المية. اول حاجة نزلت بكوباية الحليب كاملة على الدقيق وقلبته بالمعلقة شوية، وبعدين استغنيت عن المعلقة وعجنت بايدي وبدأت اضيف نص كوباية المية واحدة واحدة. هفضل اعجن العجينة دي بايدي مدة لا تقل عن 10 دقايق، لكن لو هتستخدمي عجان يبقى مدة من 5 ل6 دقايق مش اكتر من كده، والعجينة هتكون معاكي جاهزة. واول ما العجينة توصل معاكي للنتيجة دي وتبقى طرية كده معاكي، هنضيف عليها معلقة من الزيت، وهنعجن كويس جدا تاني لحد ما الزيت يختفي تماما ويدخل جوه العجين. شوفوا العجينة بقت حلوة ازاي بعد ما اتعجنت عجين كويس. العجينة بقت ناعمة وطرية وتحس انها لينة في ايدك كده، مش بتلزق خالص. ونحط بقى نقطتين زيت بس كده في الطبق ونقلب فيها العجينة، بحيث بس ان احنا نغلف العجينة كلها بالزيت، ونغطيها بكيس تلاجة او ورق استرتش ونغطيها بفوطة ونسيبها في مكان دافي تخمر لمدة ساعة. لو احنا في الصيف هتاخد وقت اقل من كده. وده شكل العجينة خلاص بعد ما اختمرت. شوفوا قد ايه طرية ولينة، بجد عجينة حلوة جدا وفيها لمعة تحفة، وهي دي العجينة اللي احنا محتاجينها. وبعد ما خرجنا الهواء من العجينة بتاعتنا هنبدأ نقسمها لكور. في ايدك انك تتحكمي في حجم الكور، يعني لو حبيت الرغيف يكون كبير هتعملي كور كبيرة، حبيت الرغيف يكون صغير فهتعملي كور صغيرة. فانا بصراحة عملت كور صغيرة، لو انتي حبيتي تكبري في ايدك انك تتحكمي فيه. هنرش رشة من الدقيق ونبدأ نكور عليها الكمية دي كلها. ميزة الحاجة اللي احنا بنعملها بايدينا في البيت ان احنا بنقدر نتحكم فيها، سواء في المقاس او في الطعم او في اي حاجة. عشان كده اللي احنا بنعمله بايدينا احسن بكتير قوي من اللي بنشتريه من بره. وبعد ما خلاص كورت كل الكمية هغطي عليها واسيب العجينة ترتاح حوالي 5 دقايق. وبعد ما خلاص العجينة ارتاحت هبدأ افرد العيش بتاعنا. هاخد كورة كورة وهرش تحتها رشة بسيطة خالص من الدقيق، وكمان من فوقها حبة صغيرين خالص وبالنشابة، وهبدأ افرد الرغيف زي ما انتم شايفين كده بالظبط. حاولي وانت بتفردي العيش انه ما يبقاش رقيق قوي ولا سميك قوي، يعني خلي السمك يكون وسط عشان العيش ده لسه هيخمر تاني وحجمه هيزيد. وهو ده السمك اللي احنا عاوزينه، مش عاوزين اقل من ده ولا اكتر من ده. هنحطه بقى على فوطة او على مناديل مطبخ زي ما انا هعمل كده بالظبط، وهنغطيه بفوطة علشان العجين ما ينشفش معانا. وهبدأ بقى افرد كل الكمية اللي موجودة دي كلها. عايزة اقولك ان انت لو جربتي تعملي العيش ده في البيت عمرك ما هتشتريه جاهز من بره تاني ابدا، لانه مقاديره كلها متوفرة في البيت، وكمان ما بياخدش وقت ابدا. وكمان لو مشيتي على المقادير مظبوط هيطلع معاكي ناجح وطعمه تحفة وخطير. هسيب لكم كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. وهو ده شكل العيش بتاعنا بعد ما خلاص عملنا كل الكمية. لو لاحظتم ان احنا على ما خلصنا اخر رغيف كان لسه سمكه قد ايه رفيع، كان اول رغيف كان خلاص خمر، يعني انا دلوقتي هبدأ على طول اسوي العيش بتاعنا. يعني انا مش محتاجه ان انا اسيب العيش بتاعي يخمر، لا انا هبدأ اسوي من اول رغيف على طول. هنجيب طاسه بقى ونحطها على النار، واول ما الطاسه تسخن هنزل عليها باول رغيف على طول. شوفوا اول ما الرغيف حس بالحراره بدأ يقب ويعلى ازاي، بجد شكله حلو قوي. هبدأ بقى احركه في الطاسه يمين وشمال كده عشان يبقى منفوخ من كل حته، وبعدين هقلبه وهحاول احمره برده من الوش، وبكده يكون خلاص جاهز معانا.
الموضوع كله بياخد ثواني، يعني هو اصلا ما بياخدش وقت في التسوية ابدا. وهكرر العملية دي لحد ما اخلص كل الكمية. بس شوفي شكل العيش بجد تحفة، وريحته قلبت البيت كله. وبعدين بقى هنسوي كل الكمية بنفس الطريقة كده بالظبط. اهم حاجة درجة الحرارة تكون وسط، النار ما تبقاش عالية قوي ولا واطية قوي. درجة الحرارة وسط علشان ما يتحرقش معاكي، وكمان عشان يقب، ولازم تحركيه يمين وشمال كل شوية علشان يقب من كل ناحية. ولو انتي عاوزة تسويه في الفرن، رصي العيش بتاعك على صاجة او صينية كبيرة ودخليه على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة وسط، رف اوسط، لحد ما يحمر من تحت كده ويقب. وبعدين طفي النار من تحت وشغلي الشواية لحد ما ياخد لون من فوق، وهيطلع معاكي حلو جدا. انا بحس ان ريحة الخبيز في البيت دي حاجة كده بتدل على الخير. وايام زمان، ايام جدتي كده، كانت لما كانت تخبز كان بيكون في ريحة جميلة جدا في البيت، ودفى وحب كده وحاجة جميلة. بجد طريقة العيش دي حلوة جدا واقتصادية جدا جدا. يعني مقادير بسيطة قوي قوي، وعملت بيها 15 رغيف، يعني بأربع كوبايات دقيق بس عملت 15 رغيف. بجد حلوة قوي قوي. وده شكل العيش بتاعنا بعد ما خلاص خلص. شوفوا بقى حلو ازاي وجميل ازاي، بجد لونه حلو قوي وكمان طري جدا. وكمان كله ما شاء الله قب، حتى اللي ما قبش فهو برضو بيتفتح من جوه، ينفع نعمله سندوتشات عادي جدا. بجد حلو قوي قوي وطعمه جميل جدا. وكوبايه اللبن اللي احنا حطيناها فيه مخلي طعمه كده غني وجميل قوي. يعني ممكن تاكليه باي حاجه، تعملي اي ساندوتش، ساندوتش جبنه، ساندوتش فول، ساندوتش طعميه، اي حاجه ممكن تعمليه. وكمان ممكن نستخدمه في الحواوشي، هيكون حلو جدا. شوفوا بقى الرغيف حلو ازاي وقابب ازاي. بالمقص بنفتحه بسهولة جدا ومن جوه متفرغ عادي. يعني اي حشوة هنحطها هتبقى جميلة جدا. وكمان الطراوة بتاعته مش قادرة اقولكوا قد ايه حلوة. لو انتي عاوزة تعينيه في الفريزر هتحطيه في كيس وتخرجي منه الهواء وتعينيه في الفريزر. لو ما تيجي تستخدميه هتطلعيه وتسيبيه يفك براحته، هيرجع معاكي اكنه طازة بالظبط. يلا جربي طريقة العيش وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلب انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات.